القريحة كلمه بفكره الطه يا بنات الفكر نضي ببرقك ورعده. ضد المعتدى الشهامة فيك ومرجلة عينتها مسندي في الوقت لا كل ما مسندي المشعل خلتها يشدها كل راعي ظفر ومهددي وفي ينتجمل وفعلك يشهد يا السوداني رجوم المراجل قلتها والله يا راس مقدرك ما هو مجودي. القريحة كلمها بفكره الطه يا بنات الفكر نضي ببرقك والعده. نوايا اللي نيتها بالوفا بيتها ما هي بنية براوي ولا نية ردي نية بالطيب في خاطري سيستها دونها مكان عزمي ولا بحجدي مدحة في راس الشيخ الا مني قلتها قال والعرافية حي عينك وابعدي. الجحيم فيه السجايا الحمده شفتها شامخة مجده تعالى على نجم الجدي يا ولد فالح عليك المدايح سكتها تبتهج باسمك وتطرح وتربع وتعلق يا فهد جدك النابلة توجتها يا شجاع اجتازها تاي ضد المعتدي الشهامة فيك والمرجلة عينتها مسندي في الوقت لا قل من هو مسندي الفعال الغنم خلتها يا شادبها كل راعي ظفر ومرددي وفي يم جلسك للكرم شرعتها يا مقر الطيب والجودي الكف الندي عزوة سودانية ذكرها جملتها دون هذا ينتجمل وفعلك يشهد يا السوداني رجوم المراجل قلتها والله يا رسم مقدرك ما هو بجودي والله يا رسم مقدرك ما هو بجودي. القريحة كلمه بفكره الطه يا بنات الفكر نضي ببرقك ورعده. القريحة كلمها بفكره الطه يا بنات ارحبوا يا رجال ارحبوا ارحبوا يا رجال ابو سلطان ارحبوا حييك السلام عليكم مساكم الله بخير طيبين ونعم بالجميع ارحبوا يا رجال ارحبوا كل باقي تعرفوا ارحبوا
ارحبوا يا رجال ارحبوا. مرحبا يا رجال. عد يا شيخ عد. ارحبوا. عد يا ابو واحد. عد الخيار. هذا فارح حي مرة معكم وكلكم بتنقسم. ومعنا بيتين ومعنا مشاركة والبيان وصل تهديده. يعني اكتسب الدنيا قوية. كان واجد تستاهلوا في محلها. كان قليلة سمنا ابو جينا. تعال جاي. ولد عنده رياضة بيتين ابو فالح. ابو سلام من غامض الهيدا الكل حطا. نعم. اصل العرب والنسب والمجد والجد هود. اهل المواقيف والفزعه عيان بيان. واكبر دلاله فهد وفي وقفته مع حمود. هود. المال والجاه والمجهود حي الاحصان. من ينكرك يا ابن فالح والفعايل شهود. هود. الفعل اصحابنا يتعب في صيح اللسان. تبين الافعال في مصدارها والورود. وسلامة حمود مثل مبشر بلا ماء. بعد السفر والتعب يقطف جميل الورود. والمعذرة والمعرفة لا اختصرنا من صريح البيان. انتم اهل الطائلة والمكان موجود وسلامتكم. يا ابو رياض انت سويك ومعتمد ملي طعمك مرحبا بس. استاذ ابو فارس ابي ضوي ابو رياض سويك ناجي غامض لا انت صل على محمد صل على محمد صل على محمد. اقول صح لسانك يا الغامض الحصان ولد الحصان. وانت ما قلت الا من طيب راسك واساسك. ما حضرنا لا انت ولا قبيلتك، انت لكم تاريخ مجد معروف. ما نجلنا بعد. والكلام اللي قلته يثق الصدر قاعد يكتسب، تاجي على الراس، وسام على الصدر، وانت سيفنا، وانت بشنا الوافي، وانت مثل العود طعمك الازرق. مرحبا ومسهلا في محل بني عمك. انت ما عليك تملك القصيم. وجعلنا ما العدم. ما عليك تملك القصيم الا من طيب راس قاعد يكتسب. بدي اسمع. وعزيز الغالي. وعرفت اللي بيني وبينك. وانت زاد غلط عندي انا خاص. وضربت معه. يوم شفتك على جناح الطائره والله العظيم من ولدي مشارككم ورايح معك. يا شهد الله. ولا تقول هاي الحضاره مجامله. يشهد الله. طيب راس. سلامة
صورني مع محمد. ابشر ابشر. هذا اعلامينا الله يطول عمره. كلمتكم بمناسبة الكنية. ارحب وصدام ارحب. طيب هلا مرة هذا حمود واحد الحبيب وهال رجال الحمد مرحبا يا عمنا ورح ثم برح وشلونك؟ انا ارحب يا ابو هذا مرحبا اليوم ولد ما شاء الله ما شاء الله عليك اليوم حبل الله يكلمنا على كلام واحد ارحب شيخ الداخل الحماس ابو خالد ارحب يا مصر يا رجال منعوني من العاديين المره كلها طبعا انا حدثت نقول لكم ما دخلت راح للمدينة وقت ورا
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيسرنا ويسعدنا في هذه الليلة باسم الشيخ إبراهيم الحبيان المصري إخواننا المصري بالترحيب بالضيوف الكرام الذين أتوا هذه الليلة وشرفونا بمناسبة لها قدر خاص عندنا لأخونا فهد بن فالح بن دعاط لعلومه الطيبة، وكذلك تكريم لأخونا دعيرم، كذلك تكريم أيضا لأخونا حمود بن عبدان على مواقفهم الطيبة. صراحة أنا استبقت التكريم هذا بهذه العبارة، ولكن في بداية حفلنا خير ما نبدأ به آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها تميم بن فهد، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزاك الله خير. كلمة لأهل الحفل يلقيها نيابة عنهم الشيخ مصري بن حبيان، فليتفضل مشكورا. تفضل أبو حبيان. نقول مرحبا ومسهلا نيابة عن الشيخ إبراهيم بن حبيان بن مصري، خدمة له ولا الفعل له، التقديم تقديمه ولا التكريم تكريمه، ونقول شكرا لمن تعنى وكان، ولا نقول إلا الله يحيي الجميع على ما تجاهدوا وعلى ما يدقوا التكريم. أنت أبو حبيان على ذي الكلمة. الآن قصيدة مع الشاعر عيد بن عقاب، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم جميعا. ذكر الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. قبل قصيدة أقول بيض الله وجيهكم يا المصري على رأس الشيخ إبراهيم بن حبيان، على المقام المشرف وعلى تكريمكم رمز من رموز قحطان، وبيض الله وجهكم جميعا رغم امتدادات التعب واشغالي. لو كان ادور لي عذر ما جالي، رغم امتدادات التعب واشغالي لو كان ادور لي عذر ما جالي، في حفلة تاريخها لن ينسى الضيف غالي والمعز الغالي. القريحة عقب ما كانت تعاني أعلنت الأبداع ضربة ومختالة، كل بيت قام يسبق على الثاني، كل بيت قام يسبق على الثاني من هجوس كل صعب يتهياله، ما تزاحمني هواجيس كيفاني غير في مدحتها للطيب والطالة، ما تزاحمني هواجيس كيفاني غير في مدحتها للطيب والطالة، في لزوم الكفو لما بدا الشاني ما تعذر في زماني واشغاله، داعي الشيخ بن مصري لأجاني قمت ارحب به وارحب بمرساله، شايب نصيده على الطيب رناني ومجده وتاريخ الطيب الحاله، اهدى ابراهيم وبن حبياني وقدها اللي فلقه تعرف افعاله، شايب مجده مع طول الازمان ما تغير في زمانه ولا حاله، عاد هب الرمح والسيف شاماني كم شعار من ذو شيخنا تعنى له،
لا تعلق كل صفر لها عناني تبشير في الريش خلفه وبحياله. سمعته عند العرب قاصي وداني مثل جل العيد الاشافه وهلاله. سمعت الشيخ ابن مسري ضياني يشهد له يكون من قال هجاله. صفت الشيب يشتهر العمران ويلا لا هو ولا جدا في اليوم. سمعت الشيخ ابن مسري سمعت عند العرب قاصي وداني مثل ليل العيد الاشافه وهلاله. سمعت الشيخ ابن مسري ضياني يشهد له يكون من قاله هجاله. محسمه جمع لهم موقف باني جمع صبيان بن مسمر هل الناله. محسمه جمع لهم موقف باني جمع صبيان بن مسمر هل الناله. لا بن مسمر طويلين الايمان يروسكم من اهل ضرب. عاش ولا بالله. سمعت الشيخ بن مسري رياني يشهد الحكوم من قاله هياله. محسمه جمع لهم موقف باني جمع صبيان بن مسمر هذا الناله. لا بن مسمر طويلين الايمان يرزقوا من اهل ضاره وهقاله. وارجع الشيخ دعانا ولا هاني وافي واخوانه كفوا وعياله. اعلنوا تكريم ركن من اركان قبيله في مواقفها وافعاله. اعلنوا تكريم ركن من اركان قبيله في مواقفها وافعاله. في حفل تكريمهم لابو سلطان فهد بن فالح حسن تبقي لياله. في حفل والله كفو ابو فالح الحماس مطلوب لك لا تضيع قصيده. اعلنوا تكريم ركن من اركان قبيله في مواقفها وافعاله. في حفل تكريمهم لابو سلطان فهد بن فالح حسن تبقي لياله. يعتبر تكريم لية سوداني حفل تكريم ابو فالح ابو سلطان وامثاله. يعتبر تكريم لية سوداني حفل تكريم ابو سلطان وامثاله. ارجح لمن وجه الزمن شاني يبهج المظلوم لدى جواله. موقفه حوالي النساء طول الازمان. موقفه حوالي النساء طول الازمان. يوم شاف حمود يشكي من احواله فاعتزاله واحتزم لهك حالاني تمرح الحمود حالك حاله. اعتزاله واحتزم لهك حالاني تمرح الحمود حاله قبل ماله. تمرح حلبه في سريع الطيران يحمل عياله والاشغال واعماله. لين جابه وسط دوله باكستاني كان الدكتور ومشخص الحاله. لين يسرها الولي والفرج حاني وزاره الارواح مغادر الداله. موقف غيره مواقيف اسماني من مواقيف ابو سلطان وافعاله. كان بهج من واحده وصله يعاني من ظروف فوق الاجواد بياله. كم من عاقل جاح متواني والرفث مقربه ديرة عياله. كم قضيه الحل هضيم وتقاني بوجهه وجاهه. ولو انها الحاله لو عددوا والله يتعب لساني من مواقيف ابو سلطان وخصاله. كرمه شيخ له المجد برهاني وارث الطيب من جده وخاله. شايب النسمه على الطيب رناني صار ميت بتقول لا قاله. شايب النسمه على الطيب رناني صار ميت بتقول لا قاله. اسمه ابراهيم وبن حبياني هو اخوانه على الطيب وعياله. سلامك الجميل. بيض الله وجهك يا عيد بن عقاب. الله غريب عليك الكلام الطيب. صح لسانك وعندنا شاهد. اما الان كلمه الشيخ محمد بن وعلان آل عمر اليام فليتفضل مشكورا لديه مشاركه. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكر والله صلوا على النبي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم على بلدنا الأمن والأمان في ظل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز صاحب الرؤية الثاقبة. ثانيا فإنه له شرف كبير وفخر عظيم أن أقف بين هذه الجموع النيرة من قبيلة قحطان الشهامة والكرامة. ثالثا فباسم يام العريقة يام الخلاف وباسم قبيلتي قبيلة آل عمرو
حضرت هنا أحمل 3 رسائل، ونحن يا قبائليان إذا حضر منا ولع كف عن القليل. فأنا حضرت ممثلا وخادما ولست شيخا عليما. الرسالة الأولى تجديد للحلف الذي بيننا وبينكم يا قحطان. والرسالة الثانية تهنئة لقبيلة قحطان على جمعية السجين مبارك المسردي واحتماهم على ولدهم وإخراجه من تحت حد السجن، وهذا ليس بغريب على قحطان العريق. ثالثا وليس أخيرا في علم الحياة والطيبين إيبي، أنا أحمد الله وأشكره أنهم حطوه في وزارة المالية ولا حطوه في أحد البنوك الرأسمالية الكبيرة. فأنت رجل شهم ورجل كريم ورجل تعمل بصمت، وهنيا القبيلة آل سويدان وقحطان كافة، ولكل خير من الرجال بمثل هذا الشهم وهذا الرجل. والرجال نوعين، رجال العين الدراهم استضعف واسترخى، ورجال عرقه وعرق ابوه جيد، ولعين الدراهم وهو اسد غدا اسد ولد اسد. الكلام طويل ولكن سوف اختصر في هذا الكلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد بن وعلان العمر اليوم. بيض الله وجهك على ذي كلمة طيبة. معنا مشاركة الآن، مشاركة مع عيادة عنزي أبو نادر من الأخوين الوافين أبو حبيان، وعلومه طيبة معه، وعلمه يجينا، ومواقفه مع محمود بن حبيان كثيرة ولا تستغرب منه، لا هو ولا الريجين اللي فيهم خير واللي جانا كلهم بالليل. أيضا لا ننسى أيضا مواقف آل سويدان في هذه القضية، خاص موضوع محمود بن حبيان. كل الشكر والتقدير لجميع فرد من افراد آل سويدان اللي شاركوا في هذه القضيه، ولا لا نهرب حقهم فلهم الفضل بعد الله عز وجل. ولكن ابو فالح اللي عليه يسلم هو اللي قدم المال، وهو اللي راح، وهو اللي كفانا، وهو اللي خدمنا بماله لين يجتمع المبلغ. ولا ننسى فضل آل سويدان بيض الله وجيههم على علومهم الطيبه، ولا يستغرب منهم العلم الطيب في بين افراد القبيله. عندنا مشاركه العياده ابو نادر بالنسبه لحمود، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله المشاركه الان يعني ما في وقت. لا لكن اللي يدفعني المحبه والوفاء لاهل الوفاء والنعم فيكم وجميع الفضائل. هذا يقول بديت بالمعنى على قاب موزون، والشكر لله يوم ربي اعطاني كلمة وفاء لأهل الوفاء يوم مديون، والله حاسبكم بحسبة إخواني. لا شك يوجد منا عزة وتدرون، لا شك يوجد منا عزة وتدرون، متربع بالقلب وسط المحاني. هذا من رؤوس العرب كان تدرون، لا يتغير القلب ضده ثواني. محبة لله وابليس ملعون، محبة بين عنزي وقحطان. بيض الله وجهك يا عنزي على كلمة الطيب. مرحبا والله مسهلا. عندنا مشاركة. ونعم والله. رجل الأعمال علي العنزي بيض الله وجهه، عنده كلمة؟ تفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي يا رجال. أول شيء نشكر قبيلة قحطان، قبيلة آل سويدان خاصة بتكريمهم من رجل الأعمال ورجل الأفعال، ترفع لها البيضاء في كراس طويل لعلومها الغانمة مع البعيد ومع القريب. تكريمهم لنا والله يكرمونا، كرموا كل حمر عين، وفي تكريمهم لهذا الرجل كرمونا يعني عزة خاصة بتكريم هذا الرجال، له مواقف معنا يعني عزة خاصة. شاركنا في جميع مناسباتنا من افراحنا ومسراتنا. بيض الله وجهك، ترفع لها البيض وسلامتكم جميعا. والله انكم تستاهلون. ما نسقنا التنسيق يعرف الحكومه الطيبه طول عمرك انت تشاركنا بهذا المنطق. ما عليكم. ايوه
في مشاركة عند عبد العزيز بن تميم فليتفضل مشكور. تفضل يا ابو تميم. الله يبقيك طول عمرك. يا مرحبا واللهم وسلم بالجميع. الله يحييك بتحيات المطر. نقول بيض الله وجه رجل الاعمال ورجل الافعال اخوي فهد بن فالح ابو سلطان رجل المواقف. علومه غامة على الجميع لا يقدر يمتن عليه. علمه الطيب عند شايبنا وابونا ولا خلل ولا عدل. وابو فالح مديح ويستاهل المدح. وصراحة ودي اني محضر شيء يستحق ذا الموقف وذا المقام، لكن انبسطنا بمجي اخوي الشاعر ابو شايع وكفانا بالمدح وكفانا بالنصيد. انا عندي مطلع بسيط اقول فهد فالح حر يطير مجناه من عوال مسفر موسعين الطعوني. هو علومه غالبة علينا كلنا ويستاهل ابو فالح. وصراحة انا عندي ابيات اقولها في والدي اللي تكبد عناء السفر كله عشان التكريم لهذه الليله. واقول فيها من بعد طول الغياب ابدا بخير السلام على الرجال النشامه والسعاد شوفها. من بعد طول الغياب ابدا بخير السلام على الرجال النشامه والسعاد شوفها. احاول انوخ ظروفي واشد الخطام واطع على دنيا زادت بي ظروفها. من بعدها مرحبا واعداد وبل الغمام ترحيب تنبان حد النار في حروفها. في حله عوال مسري طيبين المقام اللابه اللي يلبخ من يفرق صفوفها. بالله ابخر واعتزي في ربعي اللي ما يضام من زبنهم يلتقي في العافيه ويشوفها. في ليله شفنا الفرح فيها وجلاها الظلام. من بعد جاهز شايبي والطيب قام يلوفها. بالله ابراهيم رجل الطايله رجل المهام ذخر جحادر من الطيب ذخر جحادر من المعروفه تندى كفوفها. شيخ خذيت الشيخه فعلا ما هو بحكي وكلام بفعول يمين يشكي العائله بحد سيوفها. بالله افخر يا جدي علي بالحرام كم جملنا والنعم مردوفها. سلامتكم جميعا. العذر والسموحه يا ابو فالح اللي ما حضرنا شيء يليق بذا المقام وفي هالمكان اللي سجع لكم. اما الان فيسعدنا ان نكرم المحتفى به الشيخ فهد بن فالح فليتفضل مشكورا. هذه اشياء رمزيه يا ابو فالح والله لا نقدم لك كل شيء ما توفي قدرك ولا حقك، ولكن يا ابو فالح هذا من اخوانك من عمرك. هذا درع تذكاري من اخواتها المسري باسم ابوي وباسم عماني وباسم المسري كلهم. صلوا على النبي. اولا فنسال الله في هذا الليله المباركه مثل ما جمعنا في هذا الحفل المبارك ان تجمعنا واياكم في جنات النعيم يا رب العالمين، ان تجمعنا على ما يحبه ويرضيه. اتقدم بالشكر لاخواني المسري على التكريم وهم كرموني مرتين. التكريم الاول وموافقتهم لي باني اخذ اخوي حمود حبيان من باكستان وعاجل. والتكريم الثاني وهو تكريمهم لي ذا، وقبله قد اكرمني الله سبحانه عز وجل من خوالي وخوال ابوي المسري. اولا يا ابو سلطان ما قدمنا لا يمكن نوصل لك شيء من الامور اللي وانت وكفيت والانسان يعجز بالتعبير. والله يا اخوي ما نقدر نوصل ما قدم لك الدرع طال عمرك من شايبنا واخواننا وانت ابيض وجه رجال حمال عدم في كثر من ذلك. انا عندي شكر خاص طال عمركم الجميع منه يقرب الحمد الحبيان. انا جاني اتصالات والبعض جاني في بيتي لانه يتبرع كليهم حمود بن حبيان، لا اللي هو عم ولا اللي هو خاله ولا اللي هو رفيقه القريب، والله لا اله الا هو انهم عارضوا علي. لكن حمود يعني يسلم
قد وافقنا حلناهم وقلنا ما دام فلوس موجوده كل شيء خدماتكم جاكم تسوون. هذا شكر مني لهم بيض الله وجيههم. تبرعت سلوتك ولا طابقت وتبرعت بمالك وجهدك وحالك وبيض الله وجهك. جعلك تسلم. اول شيء حمود بن حبيان ناظر من نوادر الرجال. الله يكتبها عند الله سبحانه عز وجل. جعلك تسلم السامعين. لا ننسى جهود اخونا دعيرم السويداني بيض الله وجهه في حملة حمود بن حبيان جمع تبرع له وموافقة طيبة ولا يستغرب الطيب من هذا الطيب. يستاهل ابو نايف ماني من اللي يذكرها. هذا السويدان شايفين والجحادر والحقائق وعلومه طيبة ويستاهل التكريم. ابو نايف ابو نايف يعني يسلم درع السويدان كله ما هو من الحال وعلمه طيب ونفتخر به طال عمره وهو تاج على الراس جعل ربي يطول عمره ويكثر مشكاه وسلامتك يا ابو نايف مشكور طال عمره. ايضا هناك تكريم لحمود بن عبادان بيض الله وجهه علومه غانمه ووقفاته وعلومه الطيبه يا والله احنا ما نوفيه. حمود بن عبادان معروف عندنا الحبيان خاص وعبادان علومه طيبه واللي بيقدمه لك يا ابو عبادان والله انا ما يوفيك حقك والله انت تستاهل اكثر من ذلك. اخوان كالح حبيان والمسري مقدمين لك طال عمرك درع تذكاري وبشر على علومك الطيبه. يا ربي يحييك ويطول عمرك والله العظيم انت تستاهل اكثر من ذلك وعلومك غانمه. تستاهل ابو عبادان. عبادان ابو بدر كفانا بالكلام. لا ما قال ذلك وما قلنا له في حق. الله يطول عمرك. سوينا للواجب. يعرض يكسر وانت وافي يا عليك العلم الطيب والله ما وسوينا للواجب. اعطوني قطع عمرك ياخذ المنع ولا المجعبه كل مره رياضي فيه والله اني صادق يا حمود ابو فالح لديه كلمه. تفضل. مرحبا وسهلا. اول شيء نشكر سعاده العميد ابو منصور وبيض الله وجهك ووجه السامعين العميد فيصل الروح ونعم للجميع وبالسامعين ونقول مشكور بيض الله وجهكم. ونشكر رجل الاعمال علي تبيع نزل ونقول بيض الله وجهك ووجه السامعين مشكورين طال عمرك. نشكر ابو فالح رجل الاعمال جعل ربي يوفقه اللي بادر الموضوع هذا جعله يبقي حي والسامعين. ثاني شيء نشكر صبيان السويدان عصابه الراس وطاقن على الراس بني عم وقفوا ولا قصروا اللي بالحال واللي بالمال وجعل الله اعمارهم اطفال وبيظل وجيه. وافتخر واني سويداني ونحمد الله ونشكره وعباده. الله لا يهينك يا ابو حبيان. في ختام الكلمه المنبريه اشكركم مره اخرى على هذا الحضور الطيب وتلبيه الدعوه. اسال الله عز وجل مثل ما جمعنا في هذا المكان ان يجمعنا في مستقر رحمته. والله لا يهينكم جميع وبيض الله وجهكم على تلبيه الدعوه وشكرا. يا بنات الفكر نضي ببرقك ورعدك القريحة كل ما حضي فكره الطه يا بنات الفكر نضي ببرقك ورعدك نويا اللي نيتهم بالوفا بيتها ما هي بنية وعلى تكريم من عنا وجاء والله يحييك الدرجة بالمقام. تعال يا العم سلطان تسلم.